يا صباح الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ انا طبعا كل يوم بتكلم معاكم في نصيحة تخص البيوت والديكور والاخشاب والعمارة والاضاءة والحاجات دي كلها. النهاردة انا حابة اوجه رسالة لطلبة كلية الهندسة المعمارية او الديكور. الشباب الجميلة اللي انا بحبهم وبحب دايما ان هم يشرفوني في المكتب ويضربوا معانا. بنستفيد من بعض بنعمل تبادل للخبرات وللأذواق بالذات وللأفكار. فبتبقى فترة غنية جدا 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 بالتفاصيل. بما اني ليا سنين كتير، مش هقول قد ايه، في الكلية دي وبعدها نزلت المجال العمل، حابة النهاردة ان انا انقل لكم خبرة بسيطة عن الشغل في قسم الهندسة المعمارية عشان تفضل بتحبه وتفضل قادر تدي فيه. اي مجال ليه صعوبته وليه تحدياته. تمام. هنقلك بس نبذة بسيطة كده عن تحديات اللي ممكن تواجهك في العمل كمهندس معماري او كمهندس ديكور. طيب، مبدئيا كده انت لازم من البداية تتأكد انك فعلا بتحب المجال ده. طيب، هتتأكد ازاي؟ اقرب مهندس تعرفه بتقعد معاه، ويا ريت يكون حد موتيفيتد، مش حد عنده احباطات وكده يعني. بتقعد معاه بتتكلم اكتر عن الحاجات اللي هو واجهها. بتشوف هو بيشتغل ازاي، بتتفرج على الرسومات اللي هو بيعملها، بتقعد معاها مثلا وهو بيشتغل حاجات بالشكل ده. ما قدرتش تعمل ده، اعتقد في مكاتب كتير جدا ممكن ترحب بيكم لمجرد انك انت تقول له انا في ثانوية عامة وحابب اعرف اكتر عن المجال ده. طيب، دي اول هام. تاني هام، انت لازم تعرف ان هو مجال مثمر جدا، مليان بالاقسام والفيلدز والاماكن اللي انت ممكن تشتغل فيها. فانت لازم تبقى برضو تاخد فكرة في البداية عن يعني ايه مثلا شوب دروينجز، ومين اللي بيحتاج يستخدمها، وايه الاماكن اللي ممكن تشتغل فيها ويكونوا طالبين ان انت تبقى شاطر في الشوب دروينجز. زي مثلا المواقع التنفيذية، زي مثلا المصانع. انا يعني لسه امبارح كنت في مصنع الموتيل وبي في سي. فالناس دي بتحتاج جدا للتفاصيل دي في الرسومات وفي التنفيذ بتاعها. طيب، برضو بمصانع الأخشاب، مصانع السيراميك، برضو بيبقى فيه ديزاينرز في المصانع بتاعت السيراميك بيعملوا الأشكال بتاعت التابلوز دي اللي هي بتتعمل. كذلك في أماكن زي معارض شهيرة زي أيكيا مثلا بتحتاج ديزاينرز كتير. فأنت لازم برضو تعرف الفرق بين إنك تبقى ديزاينرز وإنك تبقى workshop engineering. الاتنين حلوين جدا، والاتنين تحفة بالنسبة لي، واكسبيرينس مختلفة. انت لازم تدي في هنا وتدي هنا وتدي هنا. طيب، اعتقد ان النصيحة اللي انا محتاجة اوجهها لكم ان انت ما تستعجلش على نفسك. لازم تجرب تشتغل في كذا مكان. آم، تحاول ان انت تشتغل كذا حاجة في البداية، حتى لو تطوعية اثناء الكلية، علشان لما تتخرج تبقى عارف كويس قوي انت عايز ايه. كذلك تبقى عندك خلفية عن كل جزء من الأجزاء دي، لأن ساعات كتير بيواجهنا ديزاينرز شاطرين جدا عباقرة، بس للأسف تصميماتهم ممكن تبقى صعبة شوية على التنفيذ مع الكاتيجوري اللي هو عايش وسطيه. فدي مشكلة. احنا مش زي زها حديد هنلاقي بقى الناس تتبنى أفكارنا وتنفذها. فلازم تبقى متأكد ان الافكار بتاعتك دي تنفع وصالحة للتنفيذ. فده بيحصل ازاي؟ من خلال التدريب والتطوع وانت صغير. تبدأ تعمل حاجات كتير مع مهندسين اكبر، تتدرب على ايد مهندسين، لانك لو انت اتدربت على ايد يعني ناس تانية من المجال بس مش عندها نفس اللغة بتاعتك في الدراسة، ده ممكن يعمل مس كوميونيكيشن وتفهم حاجات غلط وتبدأ تطبقها، وده مش مظبوط.
هيأذيك مش هيفيدك. فلازم تشتغل مع مهندسين من نفس التخصص. انا الحتة دي اللي انا بقى عايزة اتكلم عليها، ان انت لو معماري تتدرب مع معماريين، لو ديكور تتدرب مع مهندسين ديكور، وبعد ما تشتغل فترة مع دول ممكن جدا تجرب تشتغل مع مهندسين. يعني لو معماري تبدأ تشتغل مع مهندسين ديكور ومهندسين فنون تطبيقية، فده هيثقل منك في المهنة بتاعتك. آه، طيب انا يعني اللي عايزه اقوله ان الاكسبيرينس مش بالساهل، لان العلم ده حاجه جميله جدا وحاجه قويه جدا. الاكسبيرينس مش بالساهل، هتاخدها من خلال مهندسين اكبر وفنيين اكبر. لكن ان انت تاخد الكلام اللي خدته في الكليه ده وتعتقد ان هو هينفع يتطبق في ارض الواقع ببساطه شديده بدون ليدر، هي دي الغلطه. اي حاجه في الدنيا علشان تنجح فيها انت محتاج يكون معاك كوتش. فال انت بتاخد علم وبتثقل نفسك بالعلم، بس العلم ده محتاج انك تناقشه عشان تفهمه اكتر وتطبقه علشان تقدر تفيد بيه الناس. نهاركم سعيد، يومكم زي الفل، مبسوطة جدا بالمتابعة، واتمنى شباب كلية هندسة اللي عنده اسئلة يبعت لي. يومكم سعيد، باي باي.